اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هجمه جديده من برنامجكم هجمه مرتده. خلينا النهارده بعد موسم كروي شاق وطويل وبعد اعلان النادي الاهلي بطل للدوري وتسليمه درع الدوري نتكلم بقى عن اداره الفريق الاهلي واداره فريق الزمالك وازاي الاختلاف ما بينهم ادى لتتويج النادي الاهلي ب5 بطولات وفشل موسم الزمالك السنه دي. بس قبل اي شيء ننزل ندوس لايك، نشترك في القناه لو لسه ما اشتركناش، ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. بعد موسم يكاد يكون الاهلي خسر فيه كل البطولات السنه اللي فاتت، وكان باقي له بطوله واحده بس وهي كاس مصر اللي لسه هتمتد للموسم اللي بعده. اخذ قرار النادي الاهلي حاسم عشان نشوف قرار النادي الاهلي وقرار نادي الزمالك. اخذ قرار النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب براحه سلبيه لكل اللاعبين، وان احنا هنكمل الدوري بالناشئين علشان نستعد للموسم اللي جاي، وكمان ان هو قال ان اللعيبه اللي عندي هي افضل لعيبه في مصر بس هي محتاجه شويه راحه، وهستمر بنفس الاسكواد وهديله بعض التدعيمات البسيطه اللي تقدر تفوق الفريق. مسك بكل اللاعبين بتوعه وزود عليهم صفقه شادي حسين من نادي سيراميكا كليوباترا، ومعاه مصطفى سعد ميسي من سيراميكا كليوباترا، وبرونو سافيو اللي جابه من بوليفار البوليفي، ومصطفى البدري من اسوان علشان يعير مصطفى البدري لنادي فيوتشر ويكمل ب3 صفقات بس مع السكواد بتاعه. على النقيض الناحيه الثانيه نادي الزمالك بعد موسم اعجازي مع جوزفالدو فيريرا جاب ناشئين، يعتبر كسب الدوري، طعم الفريق بشويه ناشئين بعد رحيل طارق حامد وباقي لعيبه الفريق ونجوم تاني من الفريق زي محمد ابو جبل ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي اللي رحل من الزمالك. الزمالك ما قدرش يعوضهم بصفقات تقدر على نفس التقل اللي النجوم دي سابته، علشان يجيب سامسون اكينولا وابراهيم انداي وزكريا الوردي اللي رحل في ظروف غامضه بعد ماتش وحيد اداه في السوبر المحلي، وبعديه اللاعب يفسخ العقد مع الزمالك بالتراضي، ونبيل عمال دونجا وعمر جابر من بيراميدز وعمرو السيسي ومصطفى الزناري ومحمد صبحي كمان حارس المرمى، عشان يبدا الموسم نادي الزمالك ويقع في مجموعه في بطوله افريقيا مع نادي الترجي وشباب بلوزداد والمريخ. طبعا شفنا اداء الترجي وفرقه الترجي كانت في اضعف موسم ليها من سنوات بعيده، ما شفناش الترجي بالسوء ده، والزمالك يقع في المجموعه دي وقلنا خلاص الزمالك ضمن الصعود مع الترجي او شباب بلوزداد ايا كان منهم، والمريخ السوداني هيطلع من المجموعه. النادي الاهلي الناحيه الثانيه بيقع في مجموعه مع سان داونز والهلال والقطن الكاميروني، ويكون الاهلي في كاس العالم للانديه بيأدي مع كولر المدرب الجديد بتاعه بطوله شفناها اداء للاهلي هجومي كبير جدا، بس شفنا تراخي دفاعي جدا عند الاهلي وشال من نادي ريال مدريد 4 لغايه الدقيقه الاخيره، ونفس النظام من نادي فلامينجو البرازيلي عشان ياخد الاهلي رابع انديه العالم ويرجع يشارك في بطوله افريقيا. وهنا يجي تاني لحظه من لحظات الاداره الصحيه الواعيه وبين اداره الزمالك اللي للاسف كانت ادائها كله مبني على العشوائيه والسحر والشعوذه، واحنا بنخسر بالسحر، احنا بنخسر بالشعوذه. الناس دي بتروح تلعب والحكام ومشغولين بحاجات كتير بعيدا عن التفكير في فريقهم وكيفيه اداره الفريق والنواقص بهدوء شديد وبرزانه. لا، كان دايما الصوت العالي، دايما في مشاكل على طول، اي حد مش عاجبهم داخل فين معاه في مشاكل وسايبين فرقتهم واداء فرقتهم وازاي يحللوا وازاي نطلع من الاداء السيء اللي بيمر بيه فرقه الزمالك. تبدا بطوله افريقيا والاهلي يخش بطوله افريقيا ويبقى في اداء هزيل للاهلي بعد رجوعه من كاس العالم للانديه ودفاع الاهلي يبدا يبان في تراخي في الايام دي، علشان تيجي الصدمه الكبرى في لقاء سان داونز والاهلي يخسر بنتيجه 5-2 سان داونز. في الوقت ده تبان حكمه واداره الاهلي. في وقت زي ده ممكن اداره الاهلي تقول لك 5 تاني من صن داونز فتقيل المدرب وتشيله وما تصبرش عليه ويبدا الشك في الفرقه كلها، وممكن نعيد تشكيل الفريق كله ويبدا ان انا لا ماشي اسرح صفقات واجيب صفقات جديده واسرح الفرقه وابدا اعمل فرقه جديده، وساعتها ما حدش كان هيلوم اداره الاهلي لو عملت الكلام ده. لكن بكل حكمه وصبر صبرت النادي الاهلي، ومش هي نتيجه مباراه اللي هتدمر الفرقه، احنا هنستنى على الفرقه دي ونشوف هتعمل ايه في البطولات المفروض قدامها جايه، لان الفرقه كانت لسه كسبانه كاس السوبر
من نادي الزمالك. الناحيه الثانيه الزمالك بيودع بطوله افريقيا بعد الخساره من الترجي والخساره من شباب بلوزداد في الجزائر عشان يودع الزمالك البطوله. لما ودع الزمالك البطوله هو المدرب جوزفالدو فيريرا هو اللي جاب البطولات للزمالك وهو اللي احيا الفريق ده وجاب لاعبين ناشئين وصعد بيهم علشان يجي قرار غريب من اداره الزمالك بالتخلي عن جوزفالدو فيريرا واقالته. ومش كده وبس يبدا الغرابه، لا يقولوا ان احنا هنجيب مدرب تاني وبعديها باسبوعين 3 نلاقي جوزفالدو فيريرا رجع تاني يدرب الفريق بعد ما كان اقيل. رجع في ايه ومشي في ايه مش عارفين، علشان برضو ما يستمرش وقت طويل وترجع اقاله تانيه لفريرا علشان يمشي نهائيا من الفريق بعد ما رحل وجه ورحل مرتين في نفس الموسم. وهنا يبدا الزمالك في منحنى نزول بالكيرف بعد ما طبعا لازم اي فريق يرتبك بعد ما يتقال المدرب ويمشي ويمسكوا مدرب مؤقت ويختاروا مدرب تاني ويجي له مدرب ثالث، فلازم الفريق يخش في دوامه عدم ثبات مستوى ويخسر النادي الزمالك ويبقى مهدد ان الفريق ما يشاركش في اي بطوله افريقيه السنه اللي جايه. على عكس بقى صبر اداره النادي الاهلي على المدرب بتاعه بعد ما اتهزم بخماسيه يبدا التحول في موسم الاهلي الرهيب. بعد ما دعم الفريق في الصيف في الشتاء باحمد القندوسي ومروان عطيه اللي عمل اداء مع نادي الاهلي وكان سبب من اسباب تفوق وسط الملعب للنادي الاهلي وتغييره اللي بنى عليه كولر نص الملعب بثلاثيه حمدي فتحي واليو ديانج ومروان عطيه اللي كانوا 3 دبابات بمعنى بالبلدي كده في نص الملعب، جري يمين وشمال الكوره 5 تمريرات من الفرق الخصم عليهم وتسترجع الكوره للنادي الاهلي على طول بسبب قوه والتحامات ال3 لعيبه في نص الملعب. قدامه الزمالك ما قدرش يدعم الفريق اللي كان اداء ممتاز في الدور الاول من الدوري بنصر منسي من نادي البنك الاهلي واحمد بالحاج اعاره من نادي اسوان. يبدا نادي الزمالك في نفس المنحنيات التصاعديه والهبوط بسبب الاقالات اللي عنده ويجي اسوريو، والنادي الاهلي الناحيه الثانيه يبدا يحصد قراره بان هو يبدا يجيب بطوله ورا بطوله، بطوله بتجيب بطوله، يجي نهائي الكاس قدام بيراميدز ويكسب بيراميدز في نهائي الكاس 2-1، بعد كده يجي كاس السوبر على طول الثاني وراه بعد انسحاب الزمالك من كاس السوبر ده عشان يشترك بيراميدز مكان الزمالك وبرضه ينهزم قدام الاهلي 1-0 ويحقق الاهلي ثاني بطوله ليه او ثالث بطوله ليه في الموسم بعد ما كسب كاس و2 سوبر. يبدا يخش في نهائيات بطوله افريقيا، خلاص البطوله بتنتهي، يقابل الترجي ويبان ان في ترجي فريق هزيل جدا ويخلص الاهلي الماتش ده ويخش على لقاء الوداد اللي بعد ما كان الاهلي متقدم 2-0 في النتيجه يجي في النهايه ويحرز الوداد هدف يبين الماتش ويصعب الماتش على الاهلي في لقاء العوده في المغرب. ويجي ماتش لقاء العوده في المغرب ويقدر الاهلي يتعادل مع الوداد ويحقق رابع بطوله افريقيا اللي برضه لو احنا رجعنا السبب هنلاقيه ان صبر الاداره وتحكم الاداره في اعصابها وقت ما كل الجماهير بتطالب بتسريح الفرقه بعد ما خسرت 5-2 من سان داونز في جنوب افريقيا. صبر الاداره تجنيه وان هي قراراتها الممتازه الاهلي يحقق رابع بطوله ليه ويبقى ما عندهوش غير بطوله واحده هي بطوله الدوري يركز فيها علشان يحسمها. ويجي اسوريو يبدا في قرارات فنيه عجيبه ونشوف ان الزمالك بيلعب بطريقه جديده، طريقه مش هتتماشى مع قدرات اللاعبين. كان ممكن اسوريو اول لما يجي يبدا يلعب الفريق بطريقه تتماشى مع امكانياته لحد لما يجي عليه الصيف ويجيب الصفقات اللي تقدر تنفذ طريقته دي، لكن اسوريو فضل معاند مع نادي الزمالك ولكن نفذ او وصل لجزء كبير من المطلوب منه. الزمالك كان في النهايه مهدد ان هو ما يلعبش اي بطوله افريقيه، في النهايه خد المركز الثالث وقدر يشارك السنه اللي جايه في الكونفدراليه على عكس نادي الاهلي اللي بصبر الاداره قدر يفوز ببطوله الدوري، بطوله افريقيا، بطوله كاس، بطولتين سوبر عشان يحقق الخماسيه ويبقى موسم استثنائي لجيل حقق للاهلي 3 بطولات دوري ابطال افريقيا. صحيح خسر في اخر موسمين الدوري لكن قدر يرجعه السنه دي بعد ما الاداره خدت قرار حكيم بالهدوء وعدم تسريح الفرقه وعدم المشيان ورا الجمهور
وتصريحات اقاله المدرب وتصريح بعد اللاعبين ما تصلحش النادي الاهلي، في النهايه يقدر يحقق كل شيء. بعد ما خلص الاهلي كل البطولات دي، نيجي نشوف الاهلي كمان انهى بعد ما انهى الدوري جاله عرض لحمدي فتحي، وهنا يبدا نشوف ازاي قدرت النادي الاهلي بكل هدوء ان هي تخلص في صفقه امام عاشور علشان يكون خير بديل لحمدي فتحي. امام عاشور جه فروقات بسيطه بينه وبين حمدي فتحي وامام عاشور يمتلكوا نفس الجرينتا والقوه في اللعب، قوه الالتحامات في نص الملعب، التكمله الهجوميه، لكن حمدي فتحي يتميز عن امام عاشور في ضربات الراس، وامام عاشور يتميز على حمدي فتحي بالمرونه وخفه الحركه والتسديدات القويه من خارج منطقه الجزاء. نفس اللي حصل، الاهلي بيمشي من عنده لاعب قادر يعوضه بنفس الكواليتي ونفس القوه، وصبور جدا في الانتقالات، وبيعمل انتقالات بسيطه لكن مؤثره في الفرقه. زي ما بيقولوا كده، اللي جاي يكون احسن من اللي عندي يا اما بلاش منه. على عكس الزمالك، يمشي من عند طارق حامد نلاقيه جاب عمرو السيسي. مع كل احترام لعمرو السيسي، ما يبقاش زيه زي طارق حامد نهائي، ولا نبيل عماد دونجا يبقى زيه زي طارق حامد نهائي، ولا حتى زكريا الوردي اللي ما نعرفش هو جه في ايه ومشي في ايه. هو يا دوبك ماتشين 3 مع الزمالك وفسخ عقده ورجع تاني على المغرب. نفس النظام، يمشي من عندك اشرف بن شرقي، مين اللي يعوض اشرف بن شرقي؟ يروحوا يجيبوا مصطفى شلبي من انبي. شتان الفارق بين مستوى شلبي ومستوى بن شرقي، ده فروقات كبيره. محمد صبحي يجي حارس ممتاز وعنده بوتنشال، بس ما ينفعش اسيب محمد جنش، ما ينفعش اسيب محمود جنش واسيب محمد ابو جبل واجي اجيب محمد صبحي واقول محمد صبحي مع حارس عواد هم هيقدروا يشيلوا الزمالك. لا، انا كان لازم اسيب واحد من الخبرات سواء محمد ابو جبل او محمود جنش وادفع له. ما هو معلش، انا لما يجي عند ابو جبل شايف مثلا عواد بياخد 15 مليون وهو بيتكلم بياخد 6 مليون و7 مليون، ما هو لازم يكون في فرق. وانا راجل حارس دولي، محمد عواد مش دولي، مش هو الاساسي مع المنتخب او هو اللي بيتاخد قائمه المنتخب، انا اللي بروح قائمه المنتخب. لازم كنت انا اقرب الفروقات شويه وابدا اوضح الدنيا مع اللعيبه، لكن انا اسيب لعيبتي تمشي وما اقدرش ارضيها. وحتى اللعيبه اللي بتفكر ترجع الزمالك، زي ما كان امام عاشور قبل ما يروح الاهلي كان رجع، طلعت اقاويل كتيره من المصادر الزملكاويه ان هو رجع وقال لهم عايز ارجع الفريق تاني، لكن هم قرروا مش هينفع نرجعك، مش هنرجعك ومش عايزينك. وبالتالي اللاعب ما بقاش عنده حل غير ان هو يروح للفريق الافضل على المستوى المحلي. كان عنده عرض من بيراميدز وعرض من الاهلي، واختار الاهلي لان هو شايف ان ده الفريق الاكثر استقرارا، اكتر ماديا، ان هتجيب لي فلوس، هيجيب لي بطولات. مش لازم ان انا ماديا، ممكن بيراميدز يكون عرضه اكبر ماديا، لكن في النهايه عروض الاهلي ما بتبقاش ماديه فقط، ماديه وبطولات. انت بتقدر تحقق مع الفريق بطولات، فبيخش لك فلوس اكتر، بيخش لك اعلانات، بيعلى الايمج بتاعك، بتقدر تتسوق اكبر. اننا بنشوف رمضان صبحي النهارده بعد ما اختار ان هو يروح بيراميدز، صحيح الماده اكتر، لكن في النهايه انت فاتك كام بطوله، فاتك كام تسويق، عرض تسويق، تعرض مهاراتك في كل محافل الدوليه، في كاس العالم للانديه، في بطوله افريقيا، في غير نفسك ان انت في الاهلي. فانت عندك ايمج قادره تسوقك عالميا كبير، وطلعت منها على هيدرسفيلد قبل كده، جيت من هيدرسفيلد وطلعت منها على شيفيلد يونايتد قبل كده، وكنت قادر تطلع منها على اي بطوله اوروبيه كبيره. لكن هو ده الفرق بين اللعيبه، لاعب بيفكر في مصلحته كويس، واداره بتفكر في مصلحه ناديها كويس وبتتعامل مع المواضيع بهدوء، واداره بتفكر في السحر، ومين اللي عامل لنا سحر، والشحوذه وبلحه بتاع الفيوم عامل لنا سحر، وهو اللي سبب في خساره الفريق. بعيدا عن بتدي للناس او للعيبه بتاعتك فرصه لان هي تقول لك اصل انا ما كنتش شايف الكوره، اصل انا حاجج بقى. ما انت اداره النادي بتقول ان احنا عندنا سحر وشحوذه، وبيجي علينا افكار، بيطلع لنا افكار وحجج مش معروف منين. فهو لازم انا كلاعب خلاص انا عارف ان ادارتي بتقول لي ان انت عندك مشكله في سحر معمول لنا، في اعمال بتتعمل لنا، في تفاؤل وتشاؤم. انا الفانله الزرقاء بتكسبني، الفانله البيضاء بتخسرني، انا الفانله البيضاء نحس عليا قدام الاهلي، الفانله الزرقاء كويسه. فبالتالي اجي وعلشان خاطر يعني بيقول لك بالبلدي كده مفيش حاجه غلط هتفضل غلط طول عمرها، عشان يجي يلبس الفانله الزرقاء في كذا ماتش مع الاهلي ويخسر كل الماتشات وهو برضه بالفانله الزرقاء. ارجع عيدوا. انا شايف ان هو بعد حتى الاوقات اللي جايه ان خلاص
ان الاوان نادي الزمالك ان هو يبدا فرش جديد ليه في الاداره كلها، ويجيب وجوه جديده، ووجوه تبقى هاديه بتفكر بس لمصلحه نادي الزمالك، بتجيب صفقات فنيه. الزمالك بيجيب كل سنه 9 لاعبين، لا انا ممكن اجيب 2 3 لعيبه بس على الفريق ده، بس بكواليتي كويسه يفيد الفريق اكتر من 9 لعيبه بكتير. يعني انت لو جبت 2 3 لعيبه، ركزت انا هجيب 2 3 لعيبه فقط على السكواد اللي عندي وعلى اللعيبه المهمه اللي عندي، واحافظ على النجوم اللي عندي، هتبدا تتطور لقدام مسافات. ان انا خلاص انا عندي نجوم، كل ما بجيب كواليتي افضل، كل ما بجيب كواليتي افضل، فالفرقه بتبنيها كويس وتحافظ على اللي عندك. هو ده السبيل الوحيد والنجاح، وان انا اركز في فرقتي، ما ركزش ايه اللي بيعمله المنافس. احنا السنه اللي فاتت هو اللي يقول مثلا نفس النظام في قناه النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي، اصلا التحكيم ظلمنا، اصلا كده ظلمنا، اصلا النهارده في ظلم تحكيمي ساعات بيقع على النادي الاهلي وبيقع على نادي الزمالك، بس عشان الفرقه قويه ومركزه في نفسها والفرقه قادره تجيب هدف واثنين وثلاثه، مفيش فرق بقى، مفيش مجال ان احنا نتكلم ان التحكيم سيء. ساعات بيحصل حاجات مش المفروض تحصل، او قرارات تحكيميه خطا، او الفار ما بيرجعش، الحاجات بتبقى موجوده فعلا والناس بتشوفها، بس علشان الفرقه قويه خلاص مش في دماغها التحكيم. لازم اركز في الملعب واخلي لعيبتي تركز في الملعب وتركز تاريخ. التحكيم بيبقى عامل مساعد، ساعات بيبقى ضدك وساعات بيبقى عليك، بس في النهايه القوي بيفرض نفسه على الملعب، ما بيستناش تحكيم، ما بيستناش. كان زمان الله ابويا الله يرحمه كان يقول ايه الكلمه، يقول لي اللعيب ده هيبقى ارض الملعب، ما فيش ولا حكم حسب ضربه جزاء ولا ما حسبش ضربه جزاء. انا لعيب، انا عندي 100,000 فرصه ممكن اصنعها واجيب منها جون، طالما انا لعيب انا هخلص، مش مستني ضربه جزاء. ممكن ضربه جزاء وظلم تحكيمي وتمام التمام ونيجي نتكلم، بس في النهايه الماتش خلص، انا ظلم تحكيمي عملت ايه؟ لكن انت لعيب افرض اسلوبي على ارض الملعب واخلق فرص واكون قادر كمان احقق الفرص دي اهداف. يعني ما بقاش فرص وخلاص، لا بحقق الفرص دي اهداف. في النهايه هتيجي تقول انا جبت 3 اجوان ومش محسوب ضربتين جزاء، تمام، بس خلاص انا كسبت، هتلاقي نفسك خلاص انا تمام. لازم اداره الزمالك تفكر في فرقتها وتفكر بهدوء وتشوف، بدل ما انا بجيب بالكم لا بالكيف، مش بالكم ابدا. عشان اروح اجيب 9 لعيبه و10 لعيبه واملى السكواد بتاعي، واللعيبه في النهايه لما تيجي تبص ده هينزل من على الدكه مش هيغير اداء الملعب، مش هيغير اداء الفريق، بالعكس اللي نازل من على الدكه اقل من اللي جوه. لازم يكون اللي على الدكه زيه زي اللي جوه اقل شيء، عشان ابدا اعمل سكواد. انا النهارده نص الفريق اللعيبه تيجي تبص على دكه الزمالك، فين اللعيب اللي هيغير الماتش؟ مش لاقي لاعبين تغير اداء الماتش. يعني انت ما فضلش خلاص عندك في السكواد غير احمد فتوح واحمد سيد زيزو ومحمود الونش ربنا يرجعه بالسلامه، وخلاص ادي الفريق، ادي الثلاثه اللي موجودين في الفريق اللي ماشي عليهم الفريق، بس دول الثلاث نجوم اللي في الفريق. ممكن تستعمل بقى نبيل عماد دونجا، تجيب له لعيب تاني، تجيب لعيب تالت. انت محتاج لاعبين في نص الملعب، لعيب في نص الملعب يكون قوي رقم 8 قادر يحرك الملعب مع احمد سيد زيزو اقل شيء. محتاج جناحين اقوياء، ممكن مصطفى شلبي سيو، بس عايز جناح اليمين غير كده، عايز مهاجم قوي. انت من بعد مصطفى محمد ما عندكش مهاجمين اقوياء، مهاجمين اللي هو المهاجم ده خاضب الديفنس بتاعه قادر ماسكه ليل ونهار. مفيش. سيف الجزيري بيحاول بس مش هو الفرود الهجام اللي يخلص انصاف الفرص، اللي هو مش هو مصطفى محمد، مش مرعب كده للمدافعين. انت عايز مهاجم قوي غير سيف الجزيري كمان. سيف الجزيري يبقى هو البديل بتاعه او هو المخزون الاستراتيجي بتاعك. سيف الجزيري ومعاه مهاجم، الاثنين يبقى واحد قوي جاي ومعاه كمان داخل سيف الجزيري بيخبط فيه علشان تعمل منافسه في خط الهجوم. شيكابالا يقدر ينزل اخر 10 دقائق، اخر ربع ساعه، اخر نص ساعه في الماتش يقلب الماتش، لكن ما يقدرش يبدا معاك اساسي. فانت محتاج اجنحه، ما يبقاش عندك احمد سيد زيزو ومصطفى شلبي، الباقيين يعني زي ما بيقولوا كده على الله حكايتهم. خط الدفاع نفس النظام، مصطفى الزناري، محمد عبد الغني، مستوياتهم متوسطه جدا بالنسبه لمحمود الونش. لازم ترجع بقى محمود علاء، يبقى حتى لو محمود علاء رجع يبقى اسم محمود علاء جنب محمود الونش، بيشيلوا بعض. حتى لو محمود علاء عنده اخطاء، بس زي ما انت شايف ممكن ياسر ابراهيم قوي بيلتحم شديد وجنبه محمد عبد المنعم، فتحس ان الاثنين في كيمياء مع بعضيهم رابطين قلب دفاع الاهلي ومش محسسينك ان في مشكله. مع ان ياسر ابراهيم ده كان
في مدربين جم كتير ما كانوش بيقدروا يلعبوه، يعني كان بيقول لك لا على قده مش هينفع النادي الاهلي وعايزين مدافعين تانيين. النهارده ياسر ابراهيم بيطور مستواه بعد سنه اللي وصل له 30 سنه او 29 سنه او 30 سنه، بس بتطور وبنشوفه مجتهد دايما بيديك 7/10 مهما كان مش في حالته. هو مش هيبطل جري، مش هيبطل خناق مع المهاجمين، مش هيبطل التحامات مع المهاجمين، ودايما بيديك 7/10. انت محتاج ان انت ترجع محمود علي عشان يديك ال7/10 دي. محمد عبد الغني ماتش بيديك تمام 7/10 وماتشين 3 2/10 3/10. نفس النظام مصطفى الزناري، نفس النظام كلهم. حسام عبد المجيد جاي مع محمود علاء مع الونش، لما يرجع تلاقي عندك خط دفاع تقدر تبني عليه إن اصلهم واحد. باك اليمين عندك حمزه المسلوسي، خامه محترمه جدا، يعني مدافع انا بشوفه عنده قوه دفاعيه هايله، وكمان اداء هجومي مميز مش وحش. لازم ابص لصفقاتي وايه نواقصي، زي ما احنا بنشوف الناحيه الثانيه النادي الاهلي لا شغال بيجيب. انا عندي امام عاشور، حمدي فتحي طلع جبت امام عاشور، نفس المواصفات نفس القوه، في مميزات عنه عن حمدي فتحي بس مش بعيد، ده بيديني مميزات اكبر وده بيديني مميزات اكبر في مكان تاني. خلاص طلع ده دخل ده. عايز مهاجم راح يجيب بيخلص في مهاجم، خلص في مهاجم. سامعين المهاجم البرازيلي اللي بيجيبه من الفريق الكوري، مهاجم لسه مش عارفين. بالنسبه للنادي الاهلي مع المهاجمين البرازيليين ما بشوفش ان هو الاهلي يعني عنده كيمياء مع المهاجمين البرازيلي، ما عمروش جاب برازيلي ونجح معاه. فانا مش عارف اخبار المهاجم البرازيلي ده هيبقى شكله ايه ولا هيشتغل ازاي، بس نتعشم خير ان هم بداوا في الاخر يجيبوا لنا شويه صفقات كويسه ممكن تخيش منك، بس في النهايه السكواد قوي انت بتجيبه، وعندك محمد شريف وعندك كهربا. في النهايه دول نفس اللعيبه اللي خدوا معاك بطوله افريقيا، لما بتزود عليهم ده نجح وكمل تمام، ما نجحش خلاص انا ببدا ان انا اسوقه وابيعه. ونشوف النادي الاهلي في الاوقات الاخيره قليل لما بقى يخسر في لعيب بيجيبوا اقل حاجه بيبيعوا بثمنه، بيعيروا مره واثنين بيرجع ثمنه اللي دفعوا فيه في الاخر بيمشيه. نشوف ان هو لا انا محتاج مدافع جنب محمد عبد المنعم وجنب ياسر مع رامي ربيعه، راح سامعين كلام ان هو بيتكلم مع محمود مرعي نفس النظام. انا عايز كواليتي في نص الملعب مش عايزهم كلهم بيضربوا. شفنا التطور الكبير اللي عمله مارسيل كولر مع فرقه النادي الاهلي، محمد مجدي قفشه ومحمد هاني. النهارده لما رجع لك اكرم توفيق وكريم فؤاد ربنا يرجعهم بالسلامه مع محمد هاني، اصبح عندك الناحيه اليمين متربسه. كلام عن ان هم يجيبوا محمد شكري يرجعوه بتفعيل بند ال7 مليون اللي هم حققت شراء النادي الاهلي فيه ب7 مليون جنيه، ويرجعوا مع علي معلول. ما هو عندك الناشئين الاثنين، في 2 ناشئين طالعين، عندك كريم الدبيس وعندك محمد اشرف، وعندك سكواد كبير ناشئين موجودين في المنتخب الاولمبي، وعندك الناحيه الثانيه وفي منتخب الشباب، وعندك الناحيه الثانيه 3 4 لعيبه، واكرم توفيق يقدر يلعب 6، وعندك احمد كوكا مع مروان عطيه في نص الملعب. الاهلي بقى تقيل جدا، عايز بقى كوير مع محمد مجدي قفشه، بيفكروا يجيبوا محمد رضا بوبو. تخيل نص ملعب النادي الاهلي معاه محمد رضا بوبو ومحمد مجدي قفشه، وكمان معاهم 3 4 وكوير ثالث عمرو السوليه، مع 3 بيقدروا يفحتوا فحت وردم في الملعب، اليو ديانج ومروان عطيه وامام عاشور. فعندك سكواد تقيل جدا. انت محتاج بس جناح كمان مهاري يسند بيرسي تاو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وتبقى الامور كده بالنسبه لك انت الفرقه دي ضرب نار. ده الفرق بين التخطيط والعمل على تخطيط للفريق وازاي تبني فريق، وبين الزمالك كل سنه يمشي 10 ويجيب مكانهم 8، وال10 اللي بيمشوا نصهم بيبقوا نجوم تقال مش قادر يرجعهم بناس تفرق زيهم. يا ريت ان اداره الزمالك تبدا تفكر ازاي لصالح الزمالك، وتبدا تغير الفكر وتشوف ازاي تقدر تعمل سيوله ماليه للزمالك. عندنا مجال كتير، المجال الديجيتال الرقمي بقى حاجه مرعبه يعني في التسويق. انت ممكن تعمل افكار كتيره. نادي الزمالك ونادي الاهلي نفس النظام، بدا الاهلي يشتغل في الكلام ده، بس برضه لسه قدامهم حاجات كتير ممكن يعملوها، وفي افكار كتير ممكن يعملوها. طريقه الاحتفالات اللي احنا شفناها، الاحتفال بتاع سطلانه اللي عمله الاتحاد الافريقي جاب منه مكاسب مهوله. يعني انت ممكن تعمل احتفالات زي كده في كل بطوله.
النادي الاهلي نفسه او نادي الزمالك يعمل لنفسه هو الاحتفال بتاعه، او هو الافكار بتاعته، او في التدريبات بتاعته. في حاجات كتير وافكار كتير ممكن يعملوها من الديجيتال الرقمي، التسويق الديجيتال الرقمي بتاعه على السوشيال ميديا، ويحقق منه مكاسب. دي كانت نهايه حلقتنا في هجمه مرتده. اتمنى تنزلوا تدوسوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا اول باول. سلام.